الآن جبنا لك الأموات الغذائية. شكرا لهن. ألف دي هنا. استغفر الله. رجاء خليها كمل عمي رجاء. والله بتكمل. تكلموا واشكروا يوم كذا بشكل حلو. شكرا لهن وألف شكر، جزاهن الله ألف خيرك. يا حاج الله يحفظك، ارفعي صوتك. الله عشان ما يقولوش إنك مغصوبة. يلا. رجاء. يلا خرج. رجاء 15000 ريال. ها شيلها بس شيل قيمة حقك. تخيل تشوف شخص يتصدق لامرأة مسنة، لكن يرفع صوته عليها عشان يتصور معاها وهي بتقول له شكرا لأنك تصدقت. ايش بتكون ردة فعلك؟ خلونا نشوف ردود الناس. لا تنسى تدعم المقطع وتفعل جرس الإشعارات. أهلا يا حاجة مرحبا. أتفضل عندي هنا. إيش اسمك؟ الآن جبنا لك الأموات الغذائية. أشتيك الآن تشكرين معانا اسمها الداعمين، أشتيك تشكريهم تمام؟ شكرا لهم ألف شكر، جزاهن الله ألف خير. أما هن يتأمنوا احنا فقراء لا شيء فيها من بين اليمين. الله يجعلها حسناتهم، الله يجعلها ايش ذا الدعاء يا حاج؟ ارفعي صوتك ارفعي صوتك. الله ان يقضي حاجتهم، الله ان يسترهن، والله ان يهبلهن، والله ان ما يملكوهن، والله ان يستر عليهن واولادهن. يا حاج ارفعي والفتي لفوق. بينا تعبوا جابوا لك مواد. مالي نا جزاهم الله ألف خير والله. جزاهم الله 100 خير. تكلمي سوات ارفعي صوتك. الفتي هنا. الله يقضي حاجتهم، والله يحولون، والله يقضي حاجتهم، والله يسترون، والله يسترهن. الله يحفظك يا خالد. ارفعي صوتك كذا ارفعي. شوفي بدون ما تستحي لا تستحي. هذا الحياة ما تعبوا جابوا لك الاموال. طيب قلنا الله يقضي حاجتهم، والله يستر عليهم، والله يهبلون حسناتهم اكثر من هذا اللي يهبنا للناس. الشكر ده ما ينفعش. ما جابولكش مجاني يا حاج. لا يا بيقولوا الله يهبلون قلنا له، والله يستر عليهم، والله يحول لهم، والله يقضي حاجتهم. ارفعي صوتك سوا كذا، خرجي ما في قلبك عشان يصدقون ذولا تعبوا معك. مالي كلك قلنا يا ابني ما عدا وقت الله يهديك، الله يستر عليك. تعبوا معك ما هوش بلاش هذي. مالي ناهي، الله يفتح عليك، والله يستر عليهم، والله يحول لهم. هيدا ارفعي مدبه. ما قدرني. أنا أجوز من أجلها. ارفعي مدبه هناك. ارفعيها عشان يحيدون انك معي. ما نسحرها. ارفعيها قال لك مش حير. ما حصل لنا مجان ما فيش حاجه مجان. انا ببدا رفعناها. ارفعيها يا حاجه. قلت لك ازيت يا عشان يحيدون بعينهم يصدقوا. الله يهديك. ارفعيها واشكري. شكرا لهن. ارفعيها واشكري قل لك. شكرا لهن. جايين نجيب لك كذا مجان. مالك شكرا لهن. ألف دي هنا مش ألف لهن شكر. الله يجزيهن الخير، والله يستر عليهن، والله يهب لهن، والله يملكون، والله يحول لهن. كلامك ما ينفعش. ارفعي صوتك كذا. انا الحاصل يا ابني، الله يهديك. ارفعي صوتك سوا يا حق الله يبارك فيك. الله يستر عليهن، والله يهب لهن، والله يملكوهن، والله يقضي حاجتهن، والله جالسين نتجمر كذا من الطارق. الله يحول لهن، والله يقضي حاجتهن. يا حاجه مش كذا. الآن جبنا لها مواد. الزيتاني ما بيرفع. نعم. جزاك الله ألف خير، لكن لما تغطي لك إيه؟ كل شوف. ما هزعناها، احنا جبنا مواد ايش فيها؟ ده مواد، ده خير، ده صدقات. احسن ماشي تصدق انتي. عشان تصدقني، لكن انت تهزيئات كلها هتصور انا وانتين انا ما ادري ما هو يا بنتي احنا نحصل داعم. حتى لو دعم الصدقات تابع يمينك تخفيها شمالك، ما تمزاز حيدنا زي امك مقام امك. طيب عشان يصدقوها ما اقول لهم انا جبتها لمن؟ يصدقون اللي هبالك تبرع، هو قال لك صور عشان يصدق، قال لك دلع وهبس الفيتا وياها ما سابها شليت حيدنا عشان متبوز. عشان صدق انت ايه؟ جيبي لا انت ايه؟ شو اجيب لاني؟ شل حكاك واخرج من هنا. لا عادي انا ما خلينا نكمل عملي رجاء. الحين يا حاج ايش تشكيلي بشغل؟ بس حكاك يلا. لو سمحت شوفي رجاء. انا اليماني في بلادي تربيت على الكرم والقبيله والشجاعه. رجاء خليك من عملي. زي امك يا قليله. جيبي بايموتوا جوع الناس. علمي جوع. ربي ما خلقها الا دايرك يا حاجه خلينا نكمل رجاء مشروع رجاء. يا حاجه انت تشيهم ولا ما تشيهم؟ كبيره امك اتقك الله. الله يحولهم، الله يقضي حاجتهم، والله اشيك ارفعي صوتك سوا. ارفعي صوتك رجاء بعد خليك من رجاء. تمشي نفسك انت الاشكال. رجاء خلينا نكمل عملي. عيب كبيره امك. استغفر الله. رجاء خلينا نكمل عملي رجاء. والله بتكمل. يا حاجه شيل المواد اللي ما اللي في راسك. احنا قلنا لك الله يستر عليهم، والله يحول لهم، والله يقضي حاجتهم، الله يبارك فيهم. خلاص خلينا نكمل رجاء. كمل. لا اعطيها انت. طيب اعطيها. 1000 مليون عشان اعطيها اني. كم وصل حقك؟ كم قيمتها؟ هذيك انت والخبر ذا. قيمتها آلاف ضرب. كم؟ 15000 ريال. ها شيلها بس شيل قيمة حقك. شيلها بس شيل قيمة حقك. ومن تحداني وهاجم تحديت حرامي لا رجع هجومه دفاعه.
خذي حقك يا رجال، السلفي. خذي حقك يا رجال. شللت كتمان. كملي عملك، كملي عملك اي مكان، خلينا نكمل عملي مع العيال. 1000 مليون لا، ما اللي في راسك، ما اللي في راسك، احنا واقفين صدقت تبعناك. ما اللي في راسك. لا خلاص. استغفر الله العظيم. يا اقول والله لك العظيم استغفري تبارك. خلينا نكمل عملي. الله اللي شاف صدقه وهو يدل يعرفه، شيء بزم صدقه، شيء بكله لما بتسكت والله اتصل بها من حتى الدنيا لما هنا كلها تصور انت سلفيك شل الكتمه شل الدباه ده صدقه. يا اختي بس صدقي انت، ما تصدقي تكلمي ولا اسكتي. قفلي اختك رجال. اعتبرها امه. خلاص يا صدقه صدقه والله عادي. خلاص صدقه بس الدنيا تكمل عملها تروح لها. هاي تمهزابه، انت شفتها بحين ما تمهزابه. انا ما استمهزات يا طلعي صلوا على النبي. طلعي صوتك. اشياء تدعي لهم عشان يصدقونهم تصدقوا لها. خذي حقك يا يعني رجال. ربي مش يدرابك خذي انك حقك. تصدق. صدقة لله. خذي حقك الان وخلينا نكمل عملي. الله يحفظك. هذا ما هوش حاجه. ما فيش حاجه عشان يصدقوا اللي تبرعوا لها. ما حاجها. تكلموا كل يوم كذا بشكل حلو. شكرا لهن والف شكر، جزاهن الله الف مية خير. حق الله يحفظك. ارفعي صوتك الله عشان ما يقولوش انك مغصوبه. عشان ما يقولوا انك مغصوبه. عجوزة عجوزة عجوزة. صلي على النبي يا اختي. صلي على النبي يا اختي مش كذا. هرب 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 ها بزحك. رجاء اقول لك رجاء. يلا. رجاء. يلا خرج. رجاء. رجاء اقول لك رجاء. يلا. رجاء. يلا خرج. رجاء. لا حول ده ولا ما فيش من يربيك اصلا. استغفر الله العظيم. فارس محنك اينما حليت وانا الجبل في وقفته وارتفاعه. هذا انا بالكم والكيف والقيت وفي الشبح هذا انا والمجاعه. صدقوني الله هذه شكرا لك يا شباب محمد. يا اخي يا ناس شوفوا لي يا ناس رجال. خلينا نكمل عملي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي لا ما تحش موقفها، ما تحش موقفها. كيف قلت لي اجوز لك يجيب لها صدقه يعلم بيته وهاتيبها لما حد الدنيا يقول لها عارفه اشكري الله بالك فاعل الخير. صلي على رسول الله. اللهم صل على محمد. انا نصور تمام ونشوف بس ردة فعل الشارع، هل بتزعلوا ولا ما تزعلوش؟ طبعا نزل هي ما كان معنا كم من نزل يعني شفتها اعتبارها زي امي غلبت عليها ده بس هذا قليل الحياه قليل. لا يمثل. صلي على رسول. موقفك مشرف يا استاذه. موقف مشرف. ايش اللي حسيتي كذا وانت تشوفي؟ حسيتها يعني شفتها زي امي مكان امي لو اني في مكان امي اقسم بالله واشوفها كذا ان لي انه اوطي لها جريمه السبت. يعني شفتك تبكي. ها غلبت عليها هروح بها وهب لها كل شيء ويتمازى بها تعالي دباها. اختي اللي كان صيح. تعالي مالك اختي؟ اصلا هذا الشعور اللي قبل ما يصلح انه يتعامل معها كذا. الصدقه تكون صدقه مخفيه. صح. ما يكونش كذا يهين الام بمقام امه، ما يصلح ان احد يهينها بهذا الاسلوب. يعني زعلتي؟ اكيد من يزعل عليها. استفزك الموقف. اي الموقف ما يمثل قوي. الف شكر لكم. طبعا بعد اذنكم احنا صورنا تمام. الله يسعدكم. جزاكم الله خير. هذه مو أنا اليماني في بلادي تربيت على الكرم والقبيلة والشجاعة. لبست ثوب العز من يوم شبيت وقلعت نفسي بعد سن الرضاعة. إذا وصلني ضيف إلى ساحة البيت الباب